السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ظل الغموض اللي كان حاصل في بنود الاتفاقية اللي وافقت عليها أمريكا وأجبرت الكيان على إنه يوافق عليها، وكان في تكهنات في حكاية السلاح هيتنزع مش هيتنزع، ناس تقول لك لا مش ممكن، وناس تقول لك لا ده خلاص ممكن. دلوقتي بتتكشف الحقيقة، بتتكشف الحقيقة، وإن أمريكا وافقت وأجبرت الكيان إن هو يوافق. إنما النهاردة إحنا قدام أبو منشار وابن زايد بيقولوا لا، إحنا مش هنعيد الإعمار غير لما يتنفذ بند نزع السلاح. يعني أنا أتخيل كده معاك إني لو يعني ابو لهب وابو جهل لو جم الزمان ده كان ممكن يعلنوا اسلامهم، انما ربنا اراد ان هم يموتوا كفار. يعني هم لو جم الزمان ده وشافوا الكلام ده، اللي هم كانوا بيقولوا ايه، حتى لا نروع ابناء محمد. فتخيل اني السعوديه والامارات بيقول لك هو مين اصلا اللي وقف الحرب اصلا؟ مين اللي جاب الاتفاقيه؟ انتوا فلوسكم؟ ده ربنا قال في القرآن ما أغنى عنه ماله وما كسب، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. مش ده كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ هو تفكروا ان انتوا ربنا اداكم فلوس؟ طب ما كان ربنا قادر يديها للغزاويه، يديها للمصريين، يديها انما ربنا سبحانه وتعالى له حكمه في الترتيبه. تبقى ازاي؟ له حكمه في الترتيبه تبقى ازاي؟ هم ما كانوش يملكوا غير ان هم ايمانهم بس. فرضوا الاتفاقيه، فرضوا الاتفاقيه وفرضوا شروطهم اللي انتوا دلوقتي بتماطلوا فيها. خليل الحيه بيقول لك نقبل نشر قوات امميه في غزه والسلاح لا يزال موضع نقاش. القوات الامميه حاجه والسلاح حاجه تانية. السلاح لا يزال موضع نقاش. الصحيفة الرسمية العبرية قالت الكلام ده على لسان على لسان اللي متحاميين في مالهم بس. توقعات إسرائيلية بدور محتمل للسعودية والإمارات في قيادة إعمار غزة. طبعا بالإكراه إن هم اللي يعيدوا إعمارها، بالإكراه إن هم اللي يعيدوا إعمارها. وطبعا الشروط بيقول لك جايه من عندهم هم، يقول لك لا نزع السلاح اوكي تحت خدامين الجزم يا فندم، بس نزع السلاح الاول. بس ما عندهمش غير المال، بس ما عندهمش غير، يعني ما عندهمش حاجه نهائيا معتمدين عليها غير اني خد الاتاوه وما تعمليش حاجه ونحارب مع بعض الاسلام. يعني احنا الاثنين سوا سوا. فبيقول لك احتماليه ان هم سلطت صحيفه بدعوت احرانوت العبريه الضوء على مواصفاته التنافس الخليجي في كسب الصوره المتعلقه بقطاع غزه. حتى الصحيفه العبريه كشف الموضوع، فأس الموضوع، تقول لك ايه يعني اللي عايز ايه يكسب الاضواء، اللي عايز يبقى نجم. يعني طبعا كانت النجوميه قديما لمصر، فطبعا بعد ما جابوها ارض حكمها ديفيد، فخلاص دلوقتي التنافس بقى على مين يبقى سيد المنطقة ومين يسلم اكتر. يعني فقال لك علشان مين اللي ياخد الصورة بقى، وذلك في اعقاب حرب الابادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال لمدة عامين وما خلفه من دمار واسع الى جانب الحصيلة الدموية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية والإمارات اللتان تسعيان إلى اعتبار نفسهما القوة المعيدة للسلطة في غزة تجدان صعوبة في تقبل الدور المهم لقطر. حتى قطر كمان هم في تقبل الدور المهم لقطر، فكلتاهما تشترطان تعاونهما الاقتصادي والامني مع تل ابيب بانهاء حكم حماس ونزع سلاحها بالكامل. ما يفضلش معاهم ولا شو معاك. يعني ولا فكرني بالمشهد بتاع شمس الزناتي، قال له العصايه، تسيب العصايه.
الشومه بتاعتك سيبها. قال لك بالكامل مفيش ولا خلاص. عشان حينما وطبعا بعد بعد اباده جماعيه كلنا شفناها، اول ما نستهدف فيها عدسات الكاميرات حتى لا تنقل الصوره التي نقلت ولاقت تفاعلات الملايين بل تكاد تكون المليارات، بينما لم يتحرك غير قلوب من لا يؤمنون بلا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف يعني تقول ازاي ده حصل؟ ترجع للقرآن، كتالوجك ما يحصل عطل ترجع للكتالوج، ترجع للقرآن على طول. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص خسرت، انت حر، انت الخسران، ما حدش خسران غيرك يعني. ناس تانية راحت والله واحنا كلنا مخاليق الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لعلكم تتقون لعلكم في آيات في مواضع عدة يعني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. خلاص، والدورة أنت عارفها بتبتدي إزاي تنتهي إزاي. ما تطلع من بطنه ولا تعرف أي حاجة وخلاص، وتلاقي فلوس وتلاقي دنيا وتلاقي أب وتلاقي أم وحب وبعد كده فقد ومش عارف إيه. المهم إن الدورة كلها كانت عشان لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأقيمت الحجة على العالم كله ولم يتحرك غير اللي هم يعني نعتبر ان الآية الكريمة بتتحقق خلاص لحد ما يتكشف الأمر أكتر من كده. هل ممكن نفوق إحنا أو إن الآية تتحقق فعلا وتكون واقع على الأرض؟ تمام. فهم بيقولوا دلوقتي إحنا مش هنصرف ولا ملي ولا هللة غير لما يتم نزل السلاح بالكامل، وحين بيبقى مفيش صفر دفاع يعني خلاص، ويتم القضاء على الموضوع ده ينتهي. فده الكلام اللي بيتقال على لسانهم هم في الصحيفة العبرية. وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية والإمارات اللتان يتسعيان إلى اعتبار نفسهما القوة المعيدة للسلطة. وتابعت بينما تفضل قطر استعادة سريعة وغير مشروطة تقريبا مما قد يعيد التمويل المباشر لحركة حماس ويعمق نفوذ الدوحة، مشيرة إلى أن التوقعات في تل أبيب أن تكون الرياض وأبو ظبي هما القوة الأساسية لقيادة عملية إعادة إعمار قطاع غزة. وزعمت الصحيفة الإسرائيلية الدولتان الخليجيتان تضعان شروطا أساسية لمشاركتهما المحتملة: الأول تفكيك منظومة أسلحة حماس على الأقل الهجومية منها، وتشكيل حكومة جديدة لا تكون فيها حماس صاحبة السيادة، إلى جانب وقف إطلاق نار طويل الأمد وانسحاب إسرائيل تدريجي. طبعا قال لك السعودية والإمارات هم اللي شارطين الشروط دي وهم اللي حاطين الشروط دي، يتم نزع السلاح وبعدين بقى عيب بقى وما حدش يعمل حاجه. وطبعا اسرائيل بتسمع الكلام، انتوا عارفين الكيان طيب ويعني بيكبر. اي حد يقول له اسكت خلاص يقول لك خلاص انا دايما والا الخليج بالذات نحترمه قوي يعني. سموتريتش عليك ايه؟ قالك روحوا اركبوا الجمال يلا اذا كان انكم يعني مفكرين ان يلا انجلع كل تبن يلا روح، مش عايزين منكم حاجه. فقالوا له بس في بيتك بهدل الدنيا. فقال خلاص معلش احنا والله دي كانت غلطه انما احنا لنا حقوق يعني، انتوا يجب عليكم ان انتوا تحترموا وتعترفوا بحقوقنا التاريخيه عندكم بقى عند غيركم. فقال ايه يعني؟ انت تتخيل ان الشروط اللي وضعينها دي الخلايجه دول اللي هم بيقولك ايه؟ نزع السلاح علشان بقى يبقى في امن وامان وسلام وبتاع وما يبقوا وقف اطلاق نار طويل الامد وهيكبروا لنا بتوع الكيان دول ما بيرتنوا لناش كلمه. بأمرت حتى قطر اللي انضربت وعادي يعني واعتذر. فهم هيكبروا لنا، هيوقفوا وقف الحرب طويل الامد يعني. بس المهم ما يبقاش بقى في صفر مقاومه يعني.
يبقى في صفر مقاومه. فسموتريتش على يدكم يعني، بعد ما عمل التصريح راح يراجع. فلك ان تتصور. انما الشاهد في الموضوع اللي فرض المعادله قادر على انه يكمل. اللي فرض وقف اطلاق النار قادر على انه يصمد حتى النهايه بفضل الله.